ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايالكوا بكيكة البرتقال، هنعملها مع بعض بطريقة سهلة قوي بجد. لو انتي بتبوظ منك الكيكة دايما وبتهبط ومبتطلعش معاكي احسن حاجة، في الفيديو النهارده هقولك ان شاء الله كل الحاجات اللي تقدر تطلعها معاكي مظبوطة 100%. وهقولك بقى كل التريكات والاسرار اللي تطلع معاكي كيكة ناجحة وفي نفس الوقت سهلة جدا وبخطوات سريعة. وقبل ما نبدأ أحب أفكركم إن اللي يحب ينضم لعيلتنا وينورني في قناتي ممكن يدوس على زر الاشتراك اللي تحت ويعمل لي لايك عشان يساعد محتوايا إن هو يستمر. ويلا بينا على الطريقة. هنقول بقى المقادير سريعا: 2.5 كوباية من الدقيق، وكوباية وربع سكر، وفانيليا، وكيس بيكنج باودر أو معلقة كبيرة بيكنج باودر، وبشر برتقان، و3 بيضات، ومعلقة كبيرة من الخل، كوباية عصير برتقان، كوباية الا ربع زيت، ومعلقتين كبار من النشا. الطريقة بقى خليكي حافظة، هنقسمها على خطوتين: الخطوة الأولى هنخلط المواد الجافة، والخطوة التانية هنخلط المواد السائلة كلها مع بعض بس هنضيف لهم سكر. الخطوة الأولى في الخلاط هبدأ أحط السكر الأول زي ما قلتلكوا، وبعد كده هبدأ أنزل عليه بالزيت، وبعد كده عصير البرتقان، وبعد كده ال3 بيضات. ومهم جدا البيض والزبدة يكونوا طالعين من التلاجة قبلها بيوم ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وطبعا كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة. واهم حاجة كمان تمشي المقادير بالظبط زي ما انا قايلهالك، عشان لو غيرتي فيها النتيجة مش هتطلع احسن حاجة. وبعد كده هضيف كمان بشر البرتقال وهنضرب كل ده في الخلاط. مهم جدا الفيديو ده ما تجرهوش، لان في كل خطوة هقولك معلومة. هي الكيكة سهلة جدا بس فيها تفاصيل لو خدنا بالنا منها هتطلع ناجحة جدا. هنا بقى كنت نسيت الخل، المفروض كنت احطه اصلا من البداية قبل ما اخلط في الخلاط. وبكده تكون خلصت المكونات السائلة، ندخل بقى على المكونات الجافة. واول حاجة هبدأ احط على طول الدقيق، وبالمناسبة كل المكونات الجافة لازم انخلها كويس جدا قبل ما احطها في الوصفة. بعد كده بقى هكمل باقي المكونات الجافة. اول حاجة هحط النشا، بعد كده البيكنج باودر. الترتيب هنا مش مهم قوي. وبالمناسبة من الحاجات برضو اللي ممكن تبوظ معاكي الكيكة ان انت تزودي في البيكنج باودر فتقولي علشان الكيكة تنفش معايا اسرع. لا خالص، هي ممكن تنفش معاكي اسرع بس برضو هتهبط معاكي بسرعة. عشان كده بقولك بأكد عليكي ان انت تلتزمي بالمقادير. بعد كده هبدأ احط الفانيليا. ولو تلاحظوا انا استعملت رشة صغيرة قوي من الفانيليا لان النوع اللي معايا مركز قوي. بس لو انتي هتستعملي الفانيليا اللي هي الأكياس العادية فانتي استعملي تقريبا معلقتين من الفانيليا هيكونوا كويسين. واخر حاجة رشة صغيرة ملح. وهبدأ اقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. وقبل ما اكمل هعمل الكفر بتاع الصينية بتاعتي علشان الكيكة بتاعتي ما تلزقش، وهعمله دلوقتي قبل ما اخلط باقي المكونات، لان مجرد ما اخلط المكونات مع بعض لازم على طول ادخلها الفرن، يعني ما سيبهاش بره بقى وقت طويل واقعد اعمل في حاجات تانية. لا، هي مجرد ما تتخلط مع بعض تدخل الفرن على طول. والكفر ده مفيش اسهل منه، بدهن الصينية زيت وببدأ اعفرها كده بالدقيق. وهنا بقى نرجع نكمل، نحط بقى المكونات الجافة على المكونات السائلة وبنبدأ نقلبهم كده مع بعض كويس جدا. حاجة برضو مهمة قوي في عمايل الكيكة وممكن ساعات مناخدش بالنا منها، ان وانتي بتقلبي في الكيكة قلبيها لمجرد بس ان المكونات تمتزج مع بعض. مجرد كل حاجة اتقلبت مع بعض كويس خلاص ما بقعدش اقلب فيها زيادة عن اللزوم. بعد كده هنبدأ ننزل بقى بالخليط خلاص بتاع الكيكة بتاعي في الصينية. واهم حاجة نخلي بالنا ان الصينية تكون عالية، تكون الصينية الحرف بتاعها عالي ما تكونش واطية. توضيح كمان يبان ان هو صغير بس مهم قوي ان احنا ما نملاش الخليط، نخلي الخليط يملى الصينية كلها، لازم نسيب مسافة كده بحيث ان الكيكة بتاعتي اسيبها ان هي تنفش براحتها وهي كده كده بترتفع. دلوقتي بقى الكيكة بتاعتي جاهزة تدخل الفرن. الفرن بكون مسخناه قبل ما بحط فيه الكيكة ب10 دقايق او ربع ساعة، يعني تقريبا قبل ما تبدأي في الكيكة ولعي الفرن وسيبيه يسخن مع نفسه. بسيبها بقى في حدود من تلت ساعة لربع ساعة، مبفتحش عليها الفرن خالص. وطبعا الفرن بيكون على درجة حرارة 180. تعالوا بقى نحضر ليها كمان صوص، ممكن تعملوه ممكن لا، هي كده طعمها حلو جدا من غير اي حاجة. بس الصوص ده هو حلو قوي، هيكون للناس اللي بتحب الكيكة تكون مسكرة شوية. باخد بالظبط معلقتين صغيرين من عصير البرتقال وبفضل اضيف عليهم سكر بودرة
بالتدريج لحد ما ياخد معايا قوام الصوص. بصوا بقى الكيكة بتاعتي ما شاء الله طلعت خلاص. هعمل لها بقى اختبار عشان اتأكد انها استوت 100%. بحط فيها خلة كده، وطالما طلعت نضيفة يبقى هي كده مستوية كويس جدا من جوه. وعشان الكيكة بتاعتك ما تهبطش خالص هقولك برضو تكاية مهمة جدا. اول ما الكيكة خلاص تستوي ما تطلعيهاش من الفرن مباشرة، افتحي بس الفرن كده حتة صغيرة وافضلي سايباها حوالي 10 دقايق ربع ساعة، بعد كده ابدأي بقى طلعيها. وبس كده حبايبي، عايزة اقولكوا بجد الكيكة كانت مظبوطة جدا وكان طعمها حلو جدا. وبالنسبة للصوص اللي احنا حطيناه كمان عليها ده، تقدروا ان انتوا تستغنوا عنه لو انتوا ما بتحبوش السكر الزيادة. انا بالنسبة لي حبيت طعم الكيكة من غير الصوص اكتر، لكن اللي بيحب سكر زيادة الصوص ده هيكون مثالي جدا بالنسبة له، هيعجبه جدا. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. انا حاولت على قد ما اقدر اقولكوا كل المعلومات بحيث ان انتي مهما عملتي ما تفشلش معاكي خلاص كيكة تاني. لو عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى بتاعي وحابين انكم تدعموا المحتوى بتاعي، فاشتركوا في القناة واعملولي لايك واكتبولي كومنت حلو منكم. انا بجد بقرأ كل الكومنتات وبرد عليها كلها. واشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير، وباي باي.